اهلا بيكم مشاهدينا مره ثانيه، مستمرين فقرتنا في نهارك سعيد لحد 11 صباحا على الهواء مباشره. وطبعا ثالث زياره لرئيس خليجي لمصر كانت زياره ملك البحرين بعد زياره العاهل السعودي، وقبليها زياره ولي عهد ابو ظبي. طبعا الزيارات ليها اهميه في تنامي العلاقات الاقتصاديه والسياسيه ما بين مصر والبلاد العربيه والخليجيه تحديدا، وده ليه اكيد تاثير على الاستثمارات في الفتره القادمه والمشاريع اللي سوف يتم اقامتها في الفتره القادمه. خلونا نتكلم عن اهميه زياره ملك البحرين الاخيره لمصر مع ضيفنا دكتور محمد سليمان، عضو اتحاد المستثمرين العرب. اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. مصر كانت ام الدنيا وهترجع تاني ام الدنيا. مصر بالقياده السياسيه وبالتنسيق كل شهر عن التاني بتزيد مكانتها في العالم، وبينقل العالم باهميتها واهميه قيادتها للمنطقه كلها. طيب حضرتك شايف ازاي زياره ملك البحرين في هذا التوقيت لمصر، خصوصا انها بتاتي بعد زيارتين لاثنين من كبار قاده الخليج؟ تمام، هو مش بس زيارات قاده الخليج، في زيارات تانية تمت في مصر خلال نفس الفتره من دول عالميه اخرى. احنا بنقول ان العرب والدول العربيه ملهاش غير بعضها. انا اقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا، ان دول العالم ما عندهاش يعني حب لمصر. روسيا ما صدقت طياره وقعت، اذا كانوا حد وقعها ولا ايه، وقطعت الماء والنور عن الشعب المصري وشردت اللي شغالين في السياحه. لا بس اسمح لي يا فندم اتحفظ على الجزء ده، لانه في الاخر ان روسيا تتخذ اجراءات فيما يخص مواطنيها، ده يعني ده موقف دوله تجاه مواطنيها ما نقدرش يعني معلش يعني نتعامل معاه بالشكل ده. كانت زياده عن اللزوم. وايطاليا برضه زودت موضوعها زياده عن اللزوم. النهارده في واحد مصري ميت في لندن، واحد مصري تاني ميت في امريكا، ومحدش عمل حاجه يعني دي ولا كان حصل فيها حاجه.